السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. بصوا الجمال ده. قبل ما ابدا في اي حاجه، لو حد جه جابلك وقدم لك الطبق ده، عمرك تتوقعي ان ده معمول في البيت؟ دي من احلى واجمل الحلويات اللي ممكن تجربوها. كمان دي تنفع وصفه لو عندك عزومه وفيها اطفال كتير وحتى الكبار هيعشقوها. تعمليها كده صنف شيك وحلو جدا وراقي، واهم من ده كله بساطه مكوناتها وسهولتها. بتقدميها لضيوفك لا اما الاطفال، هيبقى حلوه جدا وهيدمنوها حرفيا. متاكده اللي هيدوقها هيطلبها منك كل يوم من حلاوتها. شوفوا شكلها قد ايه حلو، متاكده ان دي هتعجب اي حد هيجربها. هستناكوا تجربوها وترجعوا تقولولي رايكم فيها. ومع دودو كلنا متعودين ان اكلتنا دي ما بتحلاش الا باللمه الحلوه، فهي محلاها لمتنا. يا رب تعجبكم اكلتنا. اول حاجه معايا كوبايه ونص من الدقيق. بنجيب الدقيق وننخله كويس قوي، والدقيق اللي انا مستخدماه دقيق متعدد الاستخدامات. اهم حاجه في المقادير بتاعتنا ان الكوبايه تكون موحده، هي اللي تعايري بيها كل المكونات. بعد كده هنزل بكوبايه من السكر. هنا مستخدماه سكر حبيبات، لكن لو انت عايزه تستخدمي سكر بودر مفيش اي مشكله. اتنين بيكونوا زي الفل في الاخر. بعد كده هضيف عليه معلقتين كبار من الكاكاو الخام. كل ما كان نوع الكاكاو حلو كل ما هيديكي نتيجة احلى بكتير. انا هنا مستخدمة كاكاو اسباني لانه بيكون نتيجته في الاخر حلوة جدا. ممكن تضيفي كمان معلقة صغيرة من قهوة سريعة الذوبان لو انت عايزة تعززي طعم الشوكولاتة شوية. بعد كده نص معلقة صغيرة من الملح، وكمان نص معلقة صغيرة من بيكنج باودر. بس احنا هنا ما بنكترش في البيكنج باودر علشان في الاخر مش يخمر كده معانا، لا خالص. هي دي المكونات الجافة اللي عندنا. بدأت ان انا اقلب ده كله كويس قوي. اهم حاجة قبل ما نضيف السوائل ان احنا نقلب المكونات دي كويس قوي مع بعض. وهنا طبعا الكاكاو منخول والدقيق منخول، وكمان البيكنج باودر منخول كويس قوي. ولو انتوا هتضيفوا سكر بودرة فهتنخلوه برضو مع المكونات دي. فنقلب كل ده كويس قوي مع بعض. بعد كده هضيف عليه ربع كوباية من الزيت او 6 معالق كبار من الزيت. زي ما قلت الكوبايه اللي هنعاير بيها الزيت هي اللي هنعاير بيها الحليب، هي اللي هنعاير بيها الدقيق، هي اللي هنعاير بيها السكر، هنعاير بيها كل المواد. وبعد كده هضيف عليها كوبايه ونص من الحليب. لازم هنا يكون كميه السوائل قد كميه الدقيق. ممكن على فكره تعملوا ميكس ما بين الحليب والميه، مفيش اي مشكله. قلبي بقى المكونات كلها مع بعض لعل لما توصلي لخليط متماسك، مش تقيل قوي ولا خفيف قوي. هوريكوا دلوقتي قوامه. هو قوام شبيه شوية لخليط الكيك كده. بنفضل بقى نقلب لعند لما نوصل للنتيجة اللي احنا محتاجينها. بس هو هنا كل كوباية دقيق ليها كوباية من الحليب، هو ده المقدار المظبوط جدا، هيطلع معاكي في الاخر النتيجة مضمونة. ممكن على فكرة تقسموا الكلام ده على 2 او تعملوا اكتر من كده، بس هي الكمية دي بتطلع معاكي كمية كويسة. ممكن تشيلوا معلقتين الكاكاو وتحطوا مكانهم معلقتين دقيق، مفيش اي مشكلة، وتعملوا خليط اللي هو بالفانيليا. تحطوا معاه كده معلقة صغيرة من الفانيليا، تقلبوه يبقى معاكوا خليط فانيليا حلوة قوي. او لو انتوا عايزين تعملوا 2 يعني نص فانيليا ونص شوكولاتة، ممكن تعملوا خليط الفانيليا وتقسموا في الاخر النص وتحطوا على نصه كاكاو. شوفوا هو ده القوام اللي انا محتاجاه بالظبط ليه. القوام بتاعه مظبوط جدا. بعد لما قلبته كويس بتأكد ان كل حاجة دابت مع بعض بالسباتيولا كده، ونجيب من فوق لتحت علشان لو موجود اي دقيق او حاجة يختلط كويس مع الخليط. شوفوا هو ده القوام اللي انا محتاجاه بالظبط. لازم توصلوا للنتيجة دي علشان في الاخر تاخدوا ليها احلى نتيجة. اول ما بنجهز العجينة بتاعتنا بنبدأ ان احنا نحط طاسة على النار. لازم نسيبها تسخن كويس قوي، وبعد كده بنحط شوية من الزيت ونبدأ ان احنا ندهنها في الطاسة كلها. طبعا الطاسة تكون غير لاصقة، وبرضو ندهنها برضو شوية من الزيت. لازم هنا الطاسة تسخن كويس قوي. يعتبر هنا احنا بنعملها معاملة البانكيك، ان احنا مينفعش ننزلها في طاسة باردة لان مش هتاخد لون من تحت. بعد كده نبدأ ان احنا نشكلها بالشكل ده. انا هنا بشكلها بمعلقة، تقدروا ان تشكلوها بأي حاجة كده ليها بوز او اي حاجة. ممكن بعلبة صوصات اللي متوفر عندك وتعرفي تشتغلي بيه مفيش اي مشكلة. ده لو مش متوفر عندك اي حاجة ومش عارفة تعملي بايه، ممكن تجيبي كيس اللي هو كيس حلواني او كيس تخزين او اي حاجة، تبدأي ان انت تحطي الخليط ده فيه وتفتحي فتحة صغيرة من تحت وتبدأي ان انت تشكلي فيه، مفيش اي مشكلة، او بالمعلقة زي ما انا عاملة. شوفوا بقى اللي اتحطت في الزيت دي كان في حتة كده فيها زيت كتير فاتحطت فيها واحدة عملت كده. بس عادي مفيش اي مشكلة، هنبدأ ان احنا نشيلها ونحط فيها عادي واحدة تاني، مفيش اي مشكلة فيها لان كان مكانها فيها زيت كتير شوية. هي طبعا المفروض ما تتحطش في زيت كتير، ده هو بس دهنة بسيطة كده، نكون بس متأكدين في الاخر ان هي عمرها ما تلزق.
بعد بقى لما تطلع بابلز كتير قوي كده او تعمل فقاقيع كتير قوي كده على الوش، نبدأ ان احنا نقلبها تبقى اخده اللون الخطير ده. نبدأ ان احنا نقلب الكلام ده كله كويس قوي. اي حاجه لسه مطلعتش الفقاقيع او البابلز دي من فوق ما نقلبهاش. وبعد كده هي بتاخد لون موحد من جهه واحده، نبدا بقى ان احنا نشيلها من على النار ونكمل الكميه كلها بنفس الشكل ده. طبعا الطاسه تكون سخنه جدا زي ما هي، عشان لما الطاسه بتكون سخنه جدا بتاخد اللون اللي انتوا شايفينه ده، وطبعا هو ده اللون اللي احنا محتاجينه. لو عايزين تدهنوا ما بين كل طاسه وطاسه شويه كده من الزيت عادي، مفيش اي مشكله، ونكمل الكميه كلها ونشوف هنعمل فيها ايه تاني ونسيبها تبرد. وهو ده بيكون شكلها. نبدأ ان احنا نجيبها ونحشيها من جوه شوكولاتة. تقدري ان انت تحشيها من جوه مثلا مربى، ممكن تسيحي مثلا شوية كده من الشوكولاتة وتحطي كده منها من جوه عادي، مفيش اي مشكلة. تحشي بقى اي حشو انت حباه، وتبدأي تحطي كل اتنين يبقوا متساويين بنفس الشكل ده على بعض. على فكرة انت ممكن تعملي شوكولاتة في البيت. ممكن تجيبي نص كوباية كاكاو على كوباية من الزيت وكوباية من الحليب وكوباية من السكر، تحطي كله في الخلاط وتضربيهم كويس قوي، هيتقل معاكي ويبقى احلى صوص شوكولاتة تبدأي ان انت تحشي بيها. فاستخدمي اللي موجود عندك، مفيش حاجة هتقولك لا. للتزيين جبنا هنا شوكولاتة بيضة وشوكولاتة سودا. طبعا بتستخدمي الكمية اللي تقضي الكمية اللي انت طلعتيها. نبدأ ان احنا نسيحهم. انا هنا حطيتهم في الميكرويف على 30 ثانية كده وقلبته وبقى مظبوط جدا. وكمان بنحط عليهم معلقة زيت كده بيديها لمعة حلوة قوي. بنجيب الحلو بتاعنا ده ونبدأ ان احنا نحطه في الشوكولاتة، ندخله كلها فيها كده علشان في الاخر يبقى شكلها حلو. نخبطه خبطتين علشان الوش بتاعها يتساوى، وبعد كده نشيل اي زيادة فيها. بتحطيها بقى على ورق زبدة او اي حاجة ان احنا نعرف في الاخر نشيلها. وبنحط بقى الكمية كلها كده. اهم حاجة نخبطها خبطتين كده بعد ما تتغلف كويس قوي بالشوكولاتة علشان الوش بتاعها يتساوى ويكون شكله حلو قوي. هنا ممكن تحطي شوية في الشوكولاتة البيضة وشوية في الشوكولاتة السوداء، وفي الاخر بتعملي خطوط بالعكس. ممكن تعملي شكل الزجزاج ده بيبقى حلو قوي. ممكن تجيبي معلقة من الشوكولاتة البيضة وتحطها في السوداء وتحطيها بشكل عشوائي، وبعد كده تحطي فيها الحلو بتاعنا ده، هيطلع بشكل رخامي حلو قوي، هتعجبكم جدا. الشكل اللي تحبوه اعملوا بيه الكمية كلها، بيبقى حلو قوي علشان معمول بايديكوا الحلوين دول. بعد كده بنجيب كيس ونحط فيه شوكولاتة بيضة ونفتحه فتحة صغيرة جدا من تحت، ونبدأ نعمل عليه خطوط بالشكل ده، بيبقى شكلها حلو قوي. وده اسهل واسرع شكل ممكن اي حد يعمله، حتى للمبتدئين هيبقى حلو قوي ليهم. دي تنفع لللانش بوكس، للاطفال هيحبوها جدا. شكلها حلو قوي وطعمها خطير. محدش هيصدق ابدا ان الجمال ده معمول في البيت ومكونات اسهل منها مفيش، وشكلها خطير وطعمها احلى بكتير. صدقوني لو جربتوا الطريقة دي مش هتبطلوا ابدا تعملوها. كمان لو عندك اطفال هيحبوها جدا. عايزة اقول لكم ان هم هيعشقوها. بعد لما نخلص تزيين الكمية كلها بندخلها التلاجة كده تقعد شوية لعند لما الشوكولاتات اللي فوق دي تمسك، وبعد كده بتطلعيها بتقدميها وبألف هنا. كمان دي تنفع لو عندك عزومة فيها أطفال كتير، تقدموا لهم دي هتبقى حلوة قوي كصنف كده من الحلو. شكلها شيك جدا وصدقوني هتعجب أي حد كبير وصغير. يلا هستناكي تجربيها وترجعي تقوليلي رأيك فيها، لأن دي من أسهل وأسرع الحاجات الحلوة اللي كلنا بنحبها وعلى طول ضايعين فلوسنا عليها. جربيها بالطريقة دي وهتدمنيها. لو وصلت لعندي هنا متنسيش لايك للفيديو واشتراك في القناة علشان يوصلك كل جديد من فيديوهاتي، وتفعلي زر الجرس علشان يوصلك اشعار بكل حاجة هنزلها اول باول، وما يفوتكش اي حاجة من الوصفات اللي بنزلها لك. ومع دودو كلنا متعودين ان اكلتنا دي ما بتحلاش الا باللمة الحلوة، فهي محلية لمتنا. يا رب تعجبكم اكلتنا.